معمول بطريقة صحية. بصراحة أول مرة نديره وتفاجأت كيف طلع معايا هش وخفيف وطعمته أحلى من المعمول العادي بطريقة سهلة وبسيطة. أول حاجة تجيبوا 3 كوب من دقيق القمح منخول، كوب من دقيق الشوفان، وحطيت 3 ملاعق من السمسم المحمص، وملعقة صغيرة من خميرة البيكنج باودر، ربع ملعقة صغيرة على راس الكشيك خميرة بيرة، وعندي هنا نص كوب من السمن، حطيت عليه نص كوب من الزيت الزيتون وسخنتهم في الميكروويف ونزلتهم على المكونات الجافة، ونبدأ نبسسهم بالزيت والسمن. توا نجيب 3 كوب مية دافية، شوية عطر، وحطيت عليه ملعقة صغيرة من العسل. تقدروا تزيدوا شوية تاني عسل عادي. ندوب العسل في المية ونضيف المية على العجينة بالتدريج زي ما تشوفوا هنا في الفيديو، بشوي بشوي. كملت 3 الكوب هذا، وبعدين زدت بنفس الكيفية 3 كوب تاني مية دافية، يعني المقدار هذا خد مني 2 كوب من المية. بشوي بشوية ندخل المية ونعجن. طبعا المية هنا فايدتها ان هي تمسك المكونات، كل ما بتزيدي مية اكتر كل ما المعمول يمسك في بعض اكتر بعد ما يطيب ويكون يابس اكتر. فلازم ان احنا نوازنه ما بين كمية الدهون وكمية المية. نخليها شوية هيك ترتاح. ونجهز التمر، عجنته مع كشيك زيت أو سمن. تحطوا له المنكهات اللي تحبوهن، قرفة أو هيل أو حتى مكسرات زي ما تحبوا. تديروه كور، وبعدين تحشوا بيه المعمول متاعكم قشطة من الجوانب، ومن فوق زينته بحبة خزايني. الأفضل حبة الخزايني تدهنوها ببياض البيض علشان تلصق في المعمول. طيبوه في فرن مسخن على درجة حرارة 190 من فوق ومن تحت، وما تحركوش وهو ساخن، ولما يبرد بتاكلوا أحلى معمول صحي. وبس، في حفظ الله.